لحظة، تخيلوا يا جماعة، برشلونة كانوا بيدفعون 12 مليون يورو راتب سنوي لمهاجم، وفجأة وبدون سابق إنذار سحبوا عليه سيفون. شو السالفة؟ دوشان فلاهوفيتش، الاسم اللي كان شاغل بال كل برشلوني. المهاجم الصربي وحش الكالتشيو، عمره 25 سنة بس. كان الاسم الأول في دفتر ديكو عشان يشيل هجوم الفريق الموسم الجاي. بس تدرون، صار شيء قلب الطاولة فوق تحت. خلونا نفهم الهرجة. برشلونة متوهقين، ليفاندوفسكي كبر بالعمر والماكينة بدأت تهدي، والنادي يبي حل وبسرعة. الكل قال فلاروفيتش هو الحل، صح؟ غلطانين. أول شيء الراتب 12 مليون يورو. برشلونة اللي يلا يسجل لاعبينه، من وين بيدبر هالمبلغ؟ وثاني شيء الأرقام تفشل، 6 أهداف بس في 17 مباراة، يعني معدل ما يوكل عيش مع فريق بحجم البارسا. بس الضربة القاضية اللي خلت برشلونة يشطب اسمه بالخط الأحمر كانت الإصابة. قبل أسبوعين طاح في مباراة كالياري وتمزق عضلي قوي، يعني بيغيب 3 شهور كاملة. هنا ديكو قال يا عمي فكنا، راتب فلكي مع أرقام تعبانة وإصابات، هذه صفقة خسرانة من بدايتها. طيب منو البديل الحين؟ المفاجأة فيران توريس، اللاعب اللي الكل كان ناسيه ومو حاط عليه أمل، طلع هو الجوكر. أرقام التهديفية بالنسبة للدقائق اللي لعبها تتناطح كبار أوروبا. ديكو شاف الأرقام وقرر يعطيه الثقة. وفلاهوفيتش شكله بيطق تذكرة لميلان، وبرشلونة ماشي في درب ثاني. بس السؤال اللي يقرقع بالقلب، منو المهاجم اللي صدق بيطب في برشلونة الصيف الجاي؟ وهل فيران توريس قد المسؤولية ويشيل الفريق؟ اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يجيك العلم الأكيد بكرة، لأن سوق الانتقالات ما يرحم.